من زمان، اول ما ابتديت اقرا كتب، من قبل ما اقرا كتب يعني، صديق ليا قال لي انت بتقرا. ساعتها ما كنتش بقرا، بس كنت بقرا كتب سي بلس بلس مثلا، تعليم برمجه، حاجات زي كده. فلما سألني السؤال دوت قال لي انت بتقرا كتب، قلت له اه بقرا كتب سي بلس بلس، حاجات زي كده. فقال لي لا، مش قصدي النوع ده من الكتب، انا قصدي سيلف هيلب بوكس. فقلت له لا، اقراها ليه؟ فكنت عندي شغف كده ان انا اعرف منه الكتب اللي هو بيقراها. فقلت له انت بتقرا ايه؟ فقال لي انا بقرا حاليا كتاب اسمه Body Language، Definitive Book of Body Language. فقلت له حلو الكتاب دوت. كان عندي شغف ان انا انزله، فنزلته وابتديت اقرا فيه. وبعد كده لقيت الكتاب مش بروفيشنال كده، اللي هو بيست سيلينج بوك، يقول قصص جوه الكتاب. يعني ايه ده؟ انا عمري ما شفت الكلام ده جوه الكتب اللي قريتها قبل كده. واكتشفت بعد كده أهمية القصص طبعا في نقل الخبرات. وهو ده اللي شجعني إن أنا أكمل قراية. وإن لما يوم يعدي عليا من غير ما بقرا ببقى متضايق. ف فهمت يعني إيه أهمية القراية. آم، من غير كلام كتير، القراية هتخليك تدخل أي مكان تبقى شايف. يعني من غير قراية انت اكنك بالظبط في مكان أوضة ضلمة وعمال تلوش كده، عايز تفتح النور مش شايف أصلا قدامك، عايز النضارة مش شايف، عايز توصل لحاجة معينة مش شايف أي حاجة، انت في أوضة ضلمة. القراية، قراية طبعا أنا بتكلم عن قراية، مش بتكلم عن قراية هاري بوتر، يعني مع احترامي طبعا لهاري بوتر واللي كاتبه القصة كلها. بس أنا بتكلم دلوقتي على قراية السيلف هيلب بوكس مثلا. كتب زي The Five Languages of Love مثلا، يعلمك ازاي تحسن علاقاتك مع شريك حياتك ومع الناس اللي حواليك عامة، بانك تفهم لغة حبهم وتديهم لغة، وتتكلم باللغة اللي تفرق معاهم. فدي بتحسن من علاقاتك مثلا. كتاب بادي لانجوج، كتب البادي لانجوج مثلا دي بتساعدك تفهم الناس اللي حواليك. طب هو الشخص دوت آه، مثلا مربع ايده ليه؟ هل هو بردان، ولا هو دي طريقته، ولا هو عنده تحفظات ضدي؟ التون بتاعه لما يختلف، ده مثلا بيكلمني بتون فيها عدائية، ولا التون بتاعته فيها سلام؟ فكل الحاجات دي بتفرق. طيب كتب ايه تاني؟ كتاب مثلا اتوميك هابتس، الكتاب دوت من الكتب الرائعة جدا اللي هتعلمك انك ازاي تكون عادات بطريقة بسيطة جدا. هتلاقي نفسك حياتك كلها بتتغير للأحسن، توصل لأهدافك، زي مثلا إنك تخس، إنك تبتدي قراية، إنك إنك تتعامل مع الناس بطريقة أحسن، إنك تبقى واثق من نفسك. والصراحة بعد ما صديقي نصحني بالقراية، أنا ممتن ليه جدا، وممتن لكل الكتب اللي قريتها لأنها غيرت في حياتي كتير جدا. مش هتلاقي تغيير بسبب مثلا صفحة قريتها أو حاجة. التغيير هتبتدي تحسه مش بعد كتاب ولا اتنين كمان. التغيير بيجي بالخبرات يعني. ممكن يكون المكان اللي انت فيه مش مساعدك ان انت تتغير، بس انت بتتعلم، انت عمال تقول اه الحاجة اللي انا بعملها دي غلط وفي طريقة احسن. بس يمكن ما تعرفش تغير غير لما تغير المكان. يعني مثلا انا في حياتي الشخصيه، في اول شركه اشتغلت فيها، اشتغلت مده كبيره جدا وكنت بقرا كتير جدا، بس كنتش بعرف اطبق اللي انا قريته في الشغل مثلا مع الناس اللي حواليا، لان كنت خلاص اسست طريقه للتعامل. بس ابتديت اتغير فعلا لما رحت شغل تاني، ابتديت اطبق كل اللي انا اتعلمته في العلاقات الجديده. فساعات العلاقات القديمه بتبقى عايزه ان هي نعمل لها ريفرشمنت كده، وان احنا نغير. طبعا مش هنعرف نغير كل العلاقات، بس اوقات بنحتاج ان احنا نبعد شوية وبعد كده نبتدي نقرب تاني برولز مختلفة. فاشجعكم كلكم انكم تقروا، ودي فترة حلوة فيها معرض الكتاب شغال. فانصحكم ان انتوا تروحوا وتبتدوا تدوروا كده. مش لازم تروح عشان تشتري كتاب معين، بس انت مجرد ما تروح هتلاقي فرايتيز كتيرة جدا وتقدر تختار منها حاجة كويسة. بس كده. وبعد ما تروحوا البوك فير وتلاقوا كتاب كويس، شجعكم تيجوا تقولوا لنا انتوا اخترتوا كتاب ايه هتقروه. وبس كده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب لو انتوا على اليوتيوب. اشوفكم الفيديو الجاي.